دي احلى بيتزا تونه رانش ممكن تاكلها في حياتك، وخليني اقول لك ليه. خطيرة والله. سر صناعتها بيبتدي بالدقيق، سكر، والخميرة الفورية، وهنزل عليهم بربع كمية المية، بس أهم حاجة تكون دافية. هستخدم الأداة دي من العجان وهضربهم لمدة 10 دقايق، وأول لما شكلهم يبقى كده هسيبهم ساعة يخمر، وأول لما تخمر وتكون بالشكل ده هنزل عليها ببقية كمية الدقيق، ملح، وهنزل بباقي كمية المية تدريجيا. وبعد 10 دقايق من الضرب المستمر هضيف لها زيت الزيتون واضرب ضربة أخيرة، هغطيها كويس واسيبها ساعتين ترتاح. وبعد ساعتين هبتدي اقطع العجين لقطع متساويه، هقسمها كرات بالشكل ده واحطها على صينيه واسيبها 10 دقائق ترتاح قبل التسويه. وهبتدي افرد العجين بالشكل ده، وعلى صينيه فرن هبتدي احط عجينه البيتزا. هحط الرانش صوص، فلفل اخضر، والتونه طبعا يعني بصل، زيتون اخضر، ولو انتم من عشاق الحاجات الحراقه حطوا هالوبينو مع البيتزا بيكون خطير. وفي الوصفه دي هستخدم تونه دولفين لانها اكتر تونه جودتها عاليه وطعمها خطير. القطع سهله وسريعه ومناسبه لاي وجبه في اليوم، والقطعه الواحده غنيه بالبروتين ومناسبه للناس اللي بتتمرن. والسلايس جولد اكتر حاجه مناسبه للبيتزا اللي هعملها. وهبتدي اوزع سلايس تونه دولفين الجولد، واخيرا الجبنه الموتزاريلا، وحطوا زي ما بتحبوا. وهديها رشه من الاوريجانو وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده 5 دقائق.